السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دعاء باشا، صاحبة قناة فرش عرايس طنطاوية. اللي اول مرة يشوف قناتي، انا دعاء بفرش رقع عرايس. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس الكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي بأمر الله. النهاردة معانا فرشقة عروسة جديدة، فرشقة عروسة تلا اللي نورت طنطا بحالها. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. قبل ما ناخد جولة سريعة كده في شقتها، نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يبارك للعروسين يا رب ويسعدهم ويهنيهم بكل شبر في شقتهم يا رب، اللهم امين. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين معانا كده، الريسبشن متقسم الى 3 اجزاء، جزء فيه الانتريه وجزء فيه السفره والبوفيه، والجزء الثالث كان فيه النيش. لان قطعه النيش بتاعتها كانت كبيره، هي حطت النيش في دخلة الباب على طول. هنا كانت الشاشه، كانت عامله لها مكتبه معلقه كده، وزعت لها عليها الانتيكات. حطت لها الانتيكات بتاعتها دي. الشاشة بتاعتها كانت ماركتها سامسونج. هنا ده الانتريه مكون من 2 كنبة و2 كرسي فوتيه. حطيت لها برضو الطقطوقة اللي داخل فيها جولد دي، برضو حطيت لها عليها المبخرة، وحطيت لها عليها فازة ورد بسيطة كده. وهنا برضو حطيت لها الشجرة اللي فيها الورد الابيض، وحطيت لها قطعة الفرو دي على الايد بتاع الانتريه. هنا برضو حطيت لها على الترابيزة، حطيت لها شيالة الكحك والورقة بتاع المناديل، وحطيت لها صينية كده جولد عليها زرع وعليها شمعة. برضو ما شاء الله كان شكلها شيك جدا. زي ما انتم شايفين كده، ده شكل الانتريه بتاعها. والسجاده واخده من الوانات الستاير والطابلو. كانت عامله برضو بانيهات كده في الاضاءه بتدي فوق وتحت، كان شكلها حلو جدا. للاسف البلكونه بتاعتها كانت فرشه فيها نجيله، وكانت حاطه ترابيزه، وكان شكلها بصراحه جميل جدا. بس للاسف انا نسيت اصورها لكم خالص. هنا ترابيزه السفره زي ما انتم شايفين مكونه من 6 كراسي. حطت لها الرنر الطويل ده على الترابيزه. حطت لها برضو طبق الفاكهه، وحطت لها طبق التسالي. ما شاء الله كل حاجتها في اختيار الحاجة، الألوانات هادية وبسيطة، واختيار الحاجة كان شيك جدا. دي التلاجة كانت ماركتها فريش، دي بتاعت غرفة النوم، بس للأسف هتشوفوا معايا الغرفة مفيهاش مكان، فحطيناها قدام باب الغرفة كده، وحطيناها جنب البوفيه. حطيت لها برضو الشجرة الزرع الأخضر ده. تحس دايما ان الزرع بيدي روح حلوة جدا للمكان. هنشوف مع بعض النيش ونرجع تاني نشوف حطينا لها ايه في البوفيه. ما شاء الله ده كده كان شكل النيش بتاعها. زي ما انتم شايفين النيش. عايزه اقول لكم ان العريس هو اللي واقف ورايا، رايح جاي رايح جاي. بصراحه العريس طلع عينه جدا بجد، والله ما قعدش. والله وانسان ذوقه محترم، ربنا يبارك له هو وعروسته يا رب ويسعدهم ويهنيهم يا رب، اللهم امين. حطيت لها القاروره البوهيمي ديت، وحطيت طقم كاسات RCR كده ساده في النص، وحطيت برضو قاروره في الجزء التاني. هنا حطيت لها طقم الشاي والجاتو، وحطيت معاه استكانات قهوة. ما شاء الله الاستكانات بتاعتها دي كانت في حتة تانية خالص، هي مامتها جايبها لها من برا مصر، بس كانت قيمة وشيك جدا. هنا حطيت لها طقم الشاي بتاع الصيني. وتحت بقى في الرف الاخير حطيت لها طقم العشاء البورسلين، لان هي كانت جايبه اصلا طقم سفره كامل اللي هو بتاع المطاعم دوت، انتوا هتشوفوه طقم صيني تاني. حطيته لها جوه، وحطيت لها جزء من الطقم البايركس. هنشوف مع بعض. وبكده نكون خلصنا رصة النيش. زي ما انتم شايفين السجاد بتاعها الواناته هادية وجميلة، وتحسوا ان الريسبشن كله لون واحد. ما شاء الله تحسوا ان المكان اصلا هادي وشيك جدا، ربنا يبارك لها يا رب. حطيت لها الفازة القمر دي كده على التلاجة، وزعت لها برضو على البوفيه. هنشوف مع بعض حطيت لها ايه، بس حطيت كده في الضلفة الاولانية من البوفيه. حطيت لها الطقم الاكروبال، وحطيت طقم الشوربة اللي هو البورسلين، اللي هي البولة بتاع الشوربة ومعاها مجات الشوربة، لان بصراحه ما كانش ليها مكان خالص في المطبخ. على البوفيه بقى هنا حطيت لها الفازه الكريستال، وحطيت لها الطقم الشمعدان الجولد دوت، وحطيت برضو الانتيكه دي، وحطيت لها المفرش بطريقه تدريجيه كده، كان شكله برضو شيك وجميل جدا. خد لكم جوله سريعه كده على الريسبشن، ونخش بقى نشوف غرفه النوم بتاعتها. زي ما انتم شايفين النجف متناسق، كل حاجه بصراحه في اختيارها في الشقه كان شيك جدا وقيم. ربنا يبارك لهم ويسعدهم ويهنيهم يا رب. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دي غرفة النوم بتاعتها ما شاء الله قد ايه كانت رقيقة وشيك جدا، ربنا يسعدها يا رب. ده كده التسريحة. كانت سايبه لكم الاضاءه الهاديه. نشوف الاوضه الاول، وبعد كده الاضاءات الكتير عشان ايه ندخل واحده واحده كده ونتفرج، نشوف حطينا لها ايه في الاوضه وفرشنا لها الاوضه ازاي. حطيت لها مفرش سرير السوفت التركي دوت على السرير. حطيت لها منديل كاتب الكتاب، وحطيت لها مصحف. حطيت لها برضو زي بوكيه ورد بسيط كده كان عندها، وحطيت اللي هو البصمة اللي هي بتاعت كاتب الكتاب برضو.
ما شاء الله كل حاجتها كانت رقيقة وجميلة جدا. رصت لها برضو التسريحة برصة هادية وبسيطة. ما شاء الله كان جايبة حاجات كتير بصراحة. الإدراج شالت معايا كتير جدا ما شاء الله. التسريحة كان فيها أدراج كتير فلمت معايا حاجات كتير، والباقي حطيته لها كده على التسريحة اللي هي يبقى استخدامها ليه يومي. حطيت لها برضو البورنوس كده على الشماعة. السجاد بتاع اوضه النوم بجد في حتة تانية خالص، كان عاجبني جدا ما شاء الله، كان شكله شيك، ربنا يبارك لها يا رب. هنشوف مع بعض. هنا رصت لها كل الهدوم بتاعتها، مش هنقول بنوتة وحيدة، لا هي البنوتة الأولى البكرية لمامتها. ما شاء الله جايبه لها الحاجة، يعني ما شاء الله ربنا يبارك لها، جايبه لها الحاجات كتير جدا. ربنا يسعدها ويهنيها مع بعض، يهنيهم يا رب هي وجوزها، اللهم امين. حطت لها الصيفي بقى كده في متناول ايديها في الرفين الاولانيين، وحطت لها الشتوي في الرف اللي فوق والرف اللي تحت. وخصصت لها بقى الدولاب بتاع اوضه الاطفال كله للمفروشات. حطت لها هنا بس استخداماتها في المفروشات هنشوفها مع بعض دلوقتي. هنا حطت لها شنط الخروج واللبس الخروج بتاعها. هنا بقى حطت لها ملايات وكوفرتات اللي هي هتستخدمها الفتره الاولانيه في الجواز، وفوط برضو للاستخدام. يعني الحاجات اللي انا خصصتها لها في الرف ده كله استخداماتها. الفرش بقى كله العام حطيته لها في دولاب غرفة الأطفال. هنشوفه مع بعض دلوقتي. الستاير برضو ما شاء الله قد ايه كانت رقيقة وجميلة جدا، ربنا يسعدها يا رب. ماشية برضو مع ألوانات السجاد بتاعها. هنا دي الستارة اللي بتدخلنا على الطرقة اللي بتودينا على غرفة النوم والمطبخ والحمام. هي كان عندها طرقتين، الطرقة دي موزعة على غرفتين اتنين، غرفة الأطفال وكان في عندها غرفة تانية فاضية كانت حاطة فيه بقية الحاجات اللي عندها في الجهاز. هنا دي كانت الجزامة. دي غرفة الأطفال ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لها يا رب. برضو قد إيه الغرفة كانت بسيطة ورقيقة جدا. التسريحة بتاعتها حطت لها عليها برضو فازة ورد صغننة كده، وحطت لها دبدوب برضو. ذوقها في اختيار الحاجة ما شاء الله رقيق جدا. الأوضة أصلا ما شاء الله كان شكلها شيك وهادي وبسيط قوي. هنا ديت المفروشات بتاعتها كلها. أنا بحاول أفتح لكم الضلفة كاملة عشان تشوفوا رصة المفروشات كده كاملة على بعضها. هنشوف بقى مع بعض واحدة واحدة. حطت لها هنا الفوط بتاعتها كلها، معاها برضو فوط بتاع الأطفال اللي عليها رسومات الدباديب. وهنا حطت لها ملايات السرير الكبير، وتحت حطت لها برضو 2 كوفرتة ودفايات برضو لسرير الأطفال. وهنا حطت لها الحفة بتاع السرير الكبير والمفارش. هنا حطيت ملايات أطفال و2 بطانية أطفال، وطعمت كده بالفوط الأطفال زي ما انتم شايفين. الضلفة دي بقى حطيت اللحاف اللي هو معمول على رصاصي وورد صغنن، ده اللحاف الكبير، و2 لحاف اطفال وبطانية للكبير، و2 مفرش قطيفة ومفرش قطيفة تاني للسرير الكبير اللي هو كان لونه روز ده. وبكده نكون خلصنا جولتنا في غرفة الأطفال بتاعة العروسة. ما شاء الله أتمنى أن شغلي في رصة الدولاب بتاع النوم ورصة دولاب الأطفال والنيش يعجبكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك منكم والكومنت الحلو عشان تدعموني ان انا انزل لكم شغل جديد، وكمان عشان تشجعوا عروستنا وتفرحوها بشقتها وقولوا لها رأيكم في شقة عروستنا ايه النهاردة. هي اكيد مستنية تسمع كومنتاتكم الحلوة. وبلاش يا جماعة الكومنتات السلبية، الناس اللي بتكتب كومنتات سلبية بلاش. ده المطبخ بتاعها ما شاء الله. التلاجة زي ما انتم شايفينها شارب، والغسالة الأوتوماتيك بتاعتها الكاملة كرياسي. وهنا الميكروويف برضو كانت ماركته شارب. والفرن كانت عاملة البوتاجاز بتاعها بيلت ان، تقريبا البيلت ان بتاعها كان نوعه فريش تقريبا. المطبخ ما شاء الله كان قيم جدا وجميل، بس للأسف اللي كان عامله كان في حتت عايزة تاخد مساحة الأرفف عريضة أكتر. هو ما استغلش الحتة في الحتة دي، بس المطبخ كخامة ما شاء الله كان جميل جدا، ربنا يبارك لها يا رب. هنا وزعت بقى الحاجات على الرخامة زي ما انتم شايفين معايا. هنا في المطبقية برضو حطت لها الأطباق الكروبال، وحطت لها بقى الكوبايات اللي هي تستخدمها. وتحت كانت هي عامله حامل ستاند علقت لها عليها المجات البورسلين. هنا خصصت لها الضلفه اللي من دخلة الباب دي، حطت لها فيها كل الازاز بتاعها. حطيت فوق طقم شاي كده بحيث ان احنا ما نزحمش الرخامه اكتر من كده، وحطيت طقم استكانه ورا طقم الشاي، بس للاسف هو ما كانش باين. هنا بقى حطيت لها كوبايات وكاسات وطقم جيلي. وهنا حطيت طقم اكروبال. هنا في الضلفة دي حطيت طقم خشاب برضو ما شاء الله كان نوع حلو قوي، حطيت معاه طقم قهوة. هنا ده طقم السرافيز السفرة اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي بتاع طقم المطاعم اللي بيقولوا عليه. هو طقم صيني برضو بس سادة خالص ما فيهوش شغل. التلاجة بتاعتها زي ما انتم شفتوها ماركتها شغل. الضلفة اللي فوق دي بقى اللي شفتوها معايا حطيت لها القوارب البايركس والقوارب البورسلين.
هنا فوق الميكرويف والفرن على طول حطيت برضو علب تلاجة، وكان باقي معايا صواني معاها باقية مننا تحت. هتشوفوا معايا الدنيا تحت، يعني انا حاطة بما فيه يعني على قد المكان معايا مخد. هنا التقسيمة بتاع الدرج حطيت لها فيها بعض الرفايع برضو بتاعتها. وتحت الدرجين الاخرانيين دول كانوا التربو. هنا ما شاء الله الضلفه دي بقى حاولت ان انا الم لها الحاجه على قد ما اقدر. حطيت لها 4 حلل. حطيت هنا الطقم اللي هو الجرانيت، وحطيت الطقم السافلون، وحطيت لها تحت طقم الاستانلس باكملياته بالعجانات الاستانلس والاطباق الاستانلس الفرداني. حطيت لها كل ما يخص الاستانلس. تحت هنا حطيت لها البلاستيكات، والرف اللي فوق كان فيه حاجات الخزين بتاعتها. ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. هنا بقى الطقم ده برضو كان على ستاند على رخامة، وده كمان كان على ستاند. فانا عشان ان احنا ما نلمش الرخامة شلنا من الاستندات وحطينا في الدرج. هي كانت جايبة برضو معالق فرداني غير اللي كانت على الستاند، وشنطة المعالق بتاعتها. هنا خصصت لها الجزء ده للقلايات برضو. وتحت حطيت الصواني الكيكة والكوب كيك كلها، اللي هي التيفال والسافلون، وبقية الصواني زي ما انتم شفتوها معايا في الضلفة اللي فوق. هنا برضو خصصت لها الجزء ده للإزاز، لمت لها بقية الكوبايات الإزاز كلها فيه. شوبات المية، أطقم خشاف، بقية الإزاز كله حطيته فيه. هنا في الوحدة دي بقى حطيت لها الأجهزة الكهربائية كلها، وحطيت حافظ الطعام، حطيت الخلاط، الهاند بلندر، الكبة، التوستر، حطيت لها مكنة الزبادي. كل الأجهزة الكهربائية لمتها لها كده في الوحدة دي. هنا خصصت لها الجزء دوت كوفي كورنر، مكنة القهوة والكاتل والصينية وطقم المشروبات. في الجزء ده بقى حطت لها الاير فراير وطقم التوزيع وطقم التوابل اللي هتستخدمه على البوتاجاز. وبكده نكون خلصنا جولتنا في شقة عروستنا. اتمنى ان هي تعجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة، متنسوش اللايك، ودعوة حلوة للعروسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.